السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكالعادة قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كلامنا النهاردة هيكون عن معشوق الجماهير الكابتن حسام غالي. يمتلك حسام غالي شخصية قوية وجذابة أهلته ليكون قائد بالفطرة وعلى قدر المسؤولية. هذا غالي على ثقة زملائه لما امتلكه من مقومات في شخصيته ساعدته على أن يكون قائدا. كان سبب في أن تختص الجماهير الحمراء بلقب الكابتن، وسطر غالي اسمه بحروف من نور في قلوب عشاق النادي الأهلي نظرا لما قدمه في ملاعب الساحرة المستديرة. مسيرة حسام غالي في المستطيل الأخضر. بدأت مسيرة حسام غالي مع كرة القدم خلال اللعب بصفوف نادي بيلا، ثم انتقل لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي وتم تصعيده على الفريق الأول واستمر حتى عام 2003. وبعد أن فرض موهبته على الجميع وبعد التألق مع الأهلي بدأ غالي مشوار الاحتراف في نادي فينورد الهولندي من 2003 ل 2006 ثم توتنهام الإنجليزي واستمر بصفوفه حتى 2009. خاض تجربة احتراف بصفوف ديربي كوانتي بدور الدرجة الثانية الإنجليزي على سبيل الإعارة، وانتقل إلى نادي النصر السعودي لثلاث مواسم عام 2010 ثم انتقل النادي الأهلي وأصبح قائد الفريق. انتقل لصفوف ليرس البلجيكي وعاد إلى النصر عام 2017. بطولات حسام غالي مع الأهلي: الدوري المصري موسم 2010 و2011 و2015 و2016 و2017 و2018، كأس السوبر المصري 2010 2014 2015، كأس مصر 2003، دوري أبطال إفريقيا 2001 ثم 2012، كأس الكونفدرالية 2014، كأس السوبر الإفريقي سنة 2002. وعلى الصعيد الدولي شارك غالي في 55 مباراة دولية مع منتخب مصر. لعب أول مبارياته في عام 2002 وشارك في بطولتين كأس إفريقيا 2004 و2010 اللي فاز بها المنتخب. واعتزل أفضل لاعب كان يحمل شارة الكابتن في مصر، ولكن يبقى حسام غالي رمز من رموز الكرة المصرية. أنا بتكلم عن حسام غالي وبقول لكم تاريخ حسام غالي، وطبعا هو الوقت مش مناسب شوية، لكن حسام غالي له منا كل الاحترام والتقدير. وحسام غالي لاعب كبير جدا ومن اللاعيبه اللي انا بحترمها وبحبها على المستوى العالمي وليس المحلي فقط.